فضلا ليس أمرا الإعجاب بالمحتوى والاشتراك بقناة الموضوع. يسعدنا حضوركم. مكانك انت هو، اوعى تتحرك. انت طلعت منين؟ خليك مكانك وما تنطقش احسن لك. ما هو بس ان كترت في الكلام هخلص عليكم. الرشاش في ايده اهو، ولا كلمة. رجالتي محوطينكم من كل حتة. انت مين؟ انا الغريب. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم نصف ساعة مع قصة يوسف إدريس الغريب. ده أمر عسكري يصدره صاحب الرفعة. من يوم الحرب ما قامت يا سعادة المأمور وهو نازل في إصدار أوامر محدش عارف لها راس من رجلين. لا، والمصيبة إن رفعته في الأمر الأخراني ده عايزنا نرحل كل المجرمين والمشاغبين لجبل الطور. هو فاهم إيه؟ هنمسك له شوية فراخ نحطها له في التقفيصة؟ وهي أوامره يعني إن مشيت على كل المأمير هتمشي على سعادتك؟ ده أنت بكلمة واحدة في السرايا تهد كل اللي عمله. بيني وبينك أنا مش هفاتح مولانا في الموضوع ده. أنا هعمل معاهم الحاجة اللي أشوفها. هتعمل إيه يا سعادة المأمور؟ هسقيهم شاي، هفسحهم. تفسحني؟ تسقيني شاي؟ يا شلبي، أنا عارف إنك من ولاد الليل ومن أرباب السوابق، لكن أنا بقدر الرجالة. أنا خدامك يا سعادة البيه. واجبات الأمن في المركز تحتم عليا إني أعمل معاك زي ما عملت معاهم، لكن لا هسقيك شاي ولا هاخدك في البوكس وافسحك على المصرف واخلص عليك هناك زي المعتاد. أنا محتاج لك يا شلبي. طب وشرفك يا سعادة البيه؟ لا 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 لا، بلاش شرفي في الموضوع ده. تقدر مثلا تحلف بشرف وردة. وردة؟ وردة يا شلبي. انت فاهم ان في حاجة بتستخبى عليا؟ المهم خلينا في الغريب. ايه رأيك؟ يتفسح يا سعادة البيه ونسقيه شاي يا شلبي. قال الغريب بيدوروا عليه يابا. غريب ايه يا ولي؟ مالك انت بيدوروا عليه ولا ما بيدوروش؟ ده راجل قتال قتله، مالك انت ولا وماله؟ بقى انا صارف عليك دم قلبي وموديك المدارس عشان تبقى فندي وتلميذ محترم، ولا عشان تتكلم في كلام الفارغ ده؟ وده كلام فارغ يابا، ده كلام الرجال. ومالك انت ومال كلام الرجاله؟ يا واد انت لسه صغير على الكلام ده يا ولد. انا راجل يابا ولازم اكون راجل. يا شيخ ليه راجل قال؟ ده انت ديك النهار حته قطه زرجتك خلتك تطلع تصرخ وتجري على امك. مش خوف والله يابا. امال ايه يا سي عبد الرحمن؟ اصلي كنت عايز اموتها بالعود الحديد، وبعدين فضلت وراها لما زنقتها في المنظري. فلما بصت ما لقتش حته تهرب منها، اتدورت لي زي الوحش، كان ناقص تاكلني. يبقى انت اللي خفت يا حضره الراجل. أنا خفت من خوفها يابا. اصل عم خليل قال لي مره ان الواحد لما بيخاف قوي قوي ولما بيحصل له اخر درجه في الخوف بينقلب وحش، يموت ويقتل ويعمل اي حاجه. يعني الغريب دلوقتي تلاقيه زي الوحش. خليل في عينك قليل الادب، قال خليل وغريب واخر درجه من الخوف وقتل وكلام فارغ. مالك انت ولا وين الكلام دي يا ولا؟ انت في دروسك ونفسك ولا في خليل الحرامي الاعور والغريب المجرم؟ ده مش مجرم يابا، ده ابن ليل. والله ما انت نافع. امشي اطلع بره يا عديم الربايه. انا عايز ابقى راجل يابا. امشي راجل في عينك قليل الحياه. امشي اطلع بره. امشي يالا امشي. عم خليل، يا عم خليل. ايوه، مين بينده؟ انا عبد الرحمن يا عم خليل. مرحب مرحب بابن الاكابر. ها جبت المعسل والشاي والسكر اللي طلبتهم مني المره اللي فاتت. ابن اصول. اقعد لما اعمل لك شويتين شاي يعدلوا دماغك. وهتشربني برضو من تالت دور زي العاده يا عم خليل؟ شوف يا ابني، الدور الاولاني شاي ساده، وده شرب ولاد الليل. قصدي يعني لما كنت منهم ايام زمان. والدور التاني بخدش سكر عشان يعدل الاولاني.
لكن الدور التالت بقى ابو سكر للافنديه اللي زيك. انا راجل يا عم خليل مش افندي. يا وهو يعني الافندي ما يبقاش راجل؟ طيب ما هو البيه اللي انا بشتغل عنده بيلبس افندي لكن راجل برضه. وعرفت منين انه راجل؟ ايه، من يوم ما اشترى ال100 فدان دول بان لي انه راجل على طول. ازاي؟ لانه خاف على الزراعه لحد من ولاد اللي يمضي يشاور عقله كده ولا كده، وولاد الحرام كتير يقوموا يقلعوها له. يقوم يعمل ايه؟ ها؟ يفكر في انه يجيب لهم الاقوى منهم اللي هو مين؟ ها؟ آلي. جابني وقال لي ايه يا خليل، ال100 فدان دول اعتبرهم بتوعك. شايف كلام الرجاله؟ اعتبرهم ايه؟ بتوع. براوة عليك. لكن المهم من يوم ما حرست الزراعه دي مفيش حد من ولاد الليل هوب عليك كده ولا كده؟ استرجلوه. انت بتقول ايه يا سي عبد الرحمن؟ ده انا عمهم، وهم ولاد الليل بتوع الايام دي دول اولاد دول شويه عيال. ولاد الليل كانوا زمان. ده احنا في مرة رحنا كفر ابو اسماعيل. ما انت حكيت لي عليه مرة يا عم خليل. ايوه صحيح، ده انا قلت لك على اللي عملناه فيه. صحيح. يا سي عبد الرحمن الحكاوي بتخلص. ايه عملت حاجة تاني الايام دي؟ الايام دي لا حاشا لله يا ابني، ده ربنا رضي عليا. الكلام ده كان زمان، دلوقتي الواحد الحمد لله بيصلي وبيصوم وبيعرف ربنا. عم خليل عم خليل، استنى يا ابني لما اشوف مين. ايوه، مين اللي بينادي؟ انا حسنين ابو مبروك. حد حضرتك؟ عاوز ايه؟ والنبي خلي الامانه دي عندك لحد ما نشوف لها صرف. انتوا جايبينها منين؟ لا دي مش من نوحيدي، دي من بحري. وادي معلومك يا عم خليل، خد. طيب اضطرك بقى لحد يشوفك. مع السلامه. يا سي عبد الرحمن. ايوه احنا كنا بنقول في ايه؟ كنت بتقول لي انك اليومين دول بتصلي وتصوم وتعرف ربنا وما بقتش من ولاد الليل. ايوه بقى يا سيدي، ولاد الليل بتوع الايام دي ما بقوش ولاد. كلاتهم؟ كلاتهم يا عم خليل؟ كلاتهم. لو ان الشاي ناول احسن الميه بتغلي. ايه اتفضل. لكن ايه رأيك في الغريب؟ الغريب ابو محمد؟ ده ماله ده؟ اهو ده اللي فاضل من ايام زمان. ده مدوخ البوليس يا عم خليل. الله، انت ما دريتش ولا ايه؟ ايه يا عم خليل؟ ما قبضوا عليه. على مين؟ على الغريب. على الغريب؟ انت بتقول ايه يا عم خليل؟ انا لازم اقوم اتاكد من الحكايه دي. لا يا ابني ليه؟ خليك قاعد وما تنحشرش في اللي مالكش فيه. بقى راجل زي دي يقع في ايد المأمور كده يا عم خليل؟ انا مش لسه المره اللي فاتت كنت بتحايل عليك عشان توريني الغريب ولو مره واحده؟ يا ابني مالك انت ومال الناس دول؟ يكفيك شرهم. يا عم خليل انا راجل، والراجل لازم يتعرف بالراجل اللي زيه ويخاف على الراجل اللي زيه. ايه زي مين يا سي عبد الرحمن؟ زي الغريب يا عم خليل. راجل قتل قتله وكل الناس بتعمل له حساب. اني صحيح سن صغير لكن اني برضو كبير. زمان صحيح كنت بخاف من القطط، لكن ديك النهار حبست القطه الكبيره في المنظري ودخلت عليها بعود حديد ووريتها اني كبرت. ايوه وريتها اني بقيت راجل. القطه؟ طب خد اشرب الشاي. لا انا هروح اشوف الحكايه دي. بقى المأمور يقبض على الغريب؟ مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن ابدا. ازاي بس قبض عليه؟ قبض عليه لكن ايه؟ ده الغريب يا عم. ما كملش 4 ساعات في المركز وهرب. ادي المرجله بصحيح. وزمان المأمور زي عوايده لامم الغفر والعساكر والمخبرين ونازل فيهم شتيمه. قال كان فاهم انه هيقدر يفسح الغريب زي اللي فسحه. ايوه. يا سلام يا سلام عليك يا غريب، يقبضوا عليه ويطلع بعد 4 ساعات بس. ما يلا بينا يا جماعه عشان الدنيا ضلمت قوي. لا وايه، خصوصا ان سكه الشرباجي من وسط الدور. تقصد ايه يعني؟ انا عبد الرحمن الشرباجي، انت فاهم ايه؟ واحنا مالنا؟
هو احنا اللي هنخرم في وسط الذره ولا انت؟ انا راجل، يعني امشي في النار مش همشي في الذره. طب امشي يا سيدي، امشي امشي امشي. ولا ايوه، عايز ايه؟ ما تخافش يا شاطر. مين انت؟ انت مين؟ أنا غريب. انت الايه؟ وبتقول ولا ليه؟ ما تقول سلام عليكم يا اخي، ولا ما تقول سلام عليكم. أنت ابن مين يا شاطر؟ انا ابن صالح الشرباجي. أبوك راجل طيب. يه، انت لابس هدوم ست؟ هدوم ست لكن اللي جويها راجل. اقعد. اقعد؟ اقعد على حرف الجناية دي، اقعد. تاخد سيجارة لف؟ كتر خيرك. خد. ما بشربش والله. بتشرب؟ خد. علشان خاطرك راح اخدها. ولع. لا والله، بعد منك انت مش ممكن كده اهو انطفى. جرب ولع. السيجارة وقعت من بقك ليه؟ انت خايف؟ لا لا ابدا ابدا. طب ولع. تداركم فين؟ هناك غادي فول الكفر. وجاي منين في الضلمة دي؟ كنت على القنطرة انا وشوية تلامذة من المدرسة. بتذاكروا؟ لا والله كنا بندردش. في سيرة مين؟ مش في سيرة حد. قول ما تخافش. قلتم ايه عني؟ كنا فرحانين قوي انك قدرت تهرب من المركز. وايه كمان؟ وقلنا ان المأمور لما يطلع النخلة بظهره مش هيقدر يطول خيال الغريب حتى. قلتم كده؟ مش احنا بس، ده كل الناس بتتكلم عنك وعن شهامتك وانك راجل ولا كل الرجال. ازاي بقى؟ بيقولوا ان ولاد الليل بتوع الايام دي كلاتهم شوية عيال الا الغريب. وايه كمان؟ وبيقولوا انك هتتحدى المأمور وتفضل هنا في البلد في وسط الذرة ومش هتطلع بره عشان محدش يقول انك هريب. يا سلام، بيقولوا كده؟ ايوه وحياتك واكتر من كده. داني فرحان قوي اني شفتك. طب في السيجارة بقى لحسن هتحرق صوابعك. لكن قول لي، ايوه، انت بتشرب سجاير ليه؟ الله، مش عيب؟ ودني بتشرب سجاير ليه؟ اصلي لا والله انت واد جدع، يحميك لابوك. لولا انك جدع كنت غرستك زرع بصل في الجناية دي. اقف. جرب ودنك. ودني تاني؟ جرب ما تخافش. هاني جعان. تحب تاكل ايه؟ اي حاجة، وكنت تقدر تجيب لي معاك صندوق دخان وحجر بطارية وجلة مية. حاضر حاضر. كلام رجالة. انت خايف مني؟ لا، روح. هنيك. الحمد لله، الله يهنيك. يلزم خدمة تاني؟ كتر خيرك. ما تقعد شوية، انت وراك حاجة؟ لا مفيش. تسمح لي بسؤال كده؟ انت ليه قتال قتلة؟ ليه ما انتش عايش كده زي الناس ما هي عايش؟ الله يقطعك يا شيخ، وانت جد السؤال ده؟ طب اسأل حاجة تانية. لا بالشرف. ايه اللي خلاك يعني من ولاد الليل؟ الحاج مش عارف، انما اللي اقدر اقول لك عليه ان في كل مرة كنت يا قاتل يا مقتول. ازاي؟ قاتل يا مقتول ازاي؟ يعني يا كنت اقتل يا انقتل، فكنت بقتل. كل مرة كده؟ كل مرة كده. حتى اول مرة؟ لا، المرة الاولانية هي اللي صعبة. ايه؟ كنت زارع عند واحد كلني، طلبته مرة واثنين وثلاثة وسكت عليه الناس، مرضيش. قالوا لي بلغ فيه، بلغت. حطوني انا في المركز وضربوني، وانا في السجن صممت ان اقتله. ويوم ما طلعت تمام بعت العجلة واشتريت بندقية وطخيته قدام باب بيته. حججوا معايا وانحبست، انما ما ثبتش عليا. اهله راحوا اجروا واحد علشان يقتلني وياخد بطاره. استناه لما يقتلني، قتلته قبل ما يقتلني. وعليها يعني الراجل ده ما زعلتش يعني لما قتلته؟ زعلت. ازاي ما زعلتش؟ قعدت شهر ما دوكش زاد ولا ميه، وعييت. ما خلصنيش من العيال لما عرفت ان اهله مأجرين عليا واحد يقتلني. لكن قول لي، انت بتسأل عن كده ليه؟ اصلي عايز اقتل واحد. تقتل واحد مين؟ قول لي عليه وانا اقتله لك. مش واحد معين، اي واحد. اي واحد؟ ازاي يعني اي واحد؟ اي واحد كده. انت بتتكلم جد؟ والله بتكلم جد. امال انا بكلمك ليه؟
بتكلمني ليه صحيح؟ عشان انت اللي هتعلمني اقتل ازاي. مش قادر يا فندي الكلام ده. اعلمك القتل ازاي؟ ليه هو كوتشينه يا فندي؟ اذا كان نفسك يا سيدي تقتل نخليك تقتل. ايه؟ المسألة بسيطة والنبي؟ بس بشرط. ايه؟ هكلفك بمأمورية تقدر تعملها؟ واعمل ابوهي. طب خد يا سيدي، ادي 5 جنيه، دول توصلهم لام الولاد في عزبة ابو سويلم، عارفها؟ عارفها. وبعدين تطلع على الكفر اللي قبل محطة الطلمبات ايه؟ وتسأل على وردة مراتي التانية. تسأل على وردة. لو النبي يا عبدو، لو النبي يا عبدو. ايه يا سي عبدو، مش عاجبك رقصي؟ اسم النبي حارسك، خليني ارقص على صدرك. ايه مكسوف؟ اطلع من دول، انت باين عليك مقطع السمكة وديلها. ابدا والله، ده انا حتى ما احبش السمك. طب بلاش السمك، تشرب شاي يا سي عبدو؟ لا متشكر. ده انا حتى عملتهولك شاي خفيف، شاي افندية. متشكر، ما بشربوش. انت مكسوف ليه يا حبيبي؟ هو ده مش زي بيتكو ولا احنا مش قد المقام؟ لا العفو. طب ما تتكسفش يا اخويا كده، اسم النبي حارسك وصاينك. طب اجيب لك سيجارة تلفاها ولا تاخد كرسي احسن يا سي عبدو؟ والله يا ستي لا بشرب دخان ولا معسل. الله على شعرك الاصفر السايح اللي زي الدهب، يحميك يا اخويا لشبابك. اظن البنات ما بتموت في شعرك ده. والله يا ست وردة انا عايز اقوم. تقوم ودي تيجي؟ هو انت لحقت يا سي عبدو؟ اصل الغريب الله، انت مش هتبات هنا ان شاء الله؟ بس والنبي ما سيبك تروح لوحدك ابدا. بس يا ست وردة انا جاي زي ما قلت لك برسالة من الغريب، هتيجي معايا تروحي له ولا لا؟ اجي معاك. طب وايه يثبت لي انك مش هتضحك عليا؟ اضحك عليكي؟ يا ستي ما انا جايب لك اماره منه، باماره ما طلبتي انه يجيب لك قلم حواجب اسود. طب وقلم الحواجب دي بيعملوه بو ايه؟ بيعملوه بو ايوه بيعملوه بو. ما تقول يا سي عبدو. الستات بتتخطط بيه. والستات بتتخطط ليه يا سي عبدو؟ والله يا ست وردة انا ما اعرفش الحاجات دي، انت جايه معايا ولا لا؟ بلاش ست وردة، ما تقدرش تقول وردة. يا ست وردة، يا ست وردة اعملي معروف، انت مش ناويه تجيبيها البر؟ خلينا في الغريقة احسن. ايه اني مش عاجباك يا سي عبدو؟ يا ستي اني مالي ومالك، اني بعتني عم الغريب، جايه ولا مش جايه؟ طب بس ما تزعلش كده، هو مش اكرام الضيف واجب برضو؟ يا ستي كنت عاوزني اروح للغريب مانيش رايحه. وليه ما تروحلوش يا ست وردة؟ ان كان هو عايز يشوفني خليه يجي لي هنا. ايوه بس انت عارفه انه مش ممكن. قول له كده انت بس. خلاص. وردة عملت معاك ايه؟ والله قعدت تتدلع كده وتقول كلام لا له اصل ولا فصل، لكن وشرفك وشرف ابوي. لا ما تحلفش، انا عارف. شوف يا عبدو، ايه؟ وردة دي كانت غزية بتغني في الافراح واتجوزتها على عيوبها، وادينا حاططها في عزبة في اخر الدنيا، لكن خلي راجل يقول انا راجل ويهوب نواحيه. امال عملت معايا كده ليه بس؟ لانها عارفة انك هتبلغني، بتتحداني، لكن انا كنت عارف انت هتعمل ايه، وعلشان كده انا بعتك. طب انا كان ذنبي ايه في الوسط؟ الله الله، عيب، انت مش راجل. الا قول لي. نعم. لو كانت وردة دي مراتك وعملت كده كنت عملت فيها ايه؟ كنت قتلتها من زمان. كده هو القتل كده بالسهل؟ ايه بالنسبة لك على الاقل لازم القتل يكون حاجة سهلة؟ لا مش سهل، بكرة تكبر وتعرف وتقدر. ايه اسمع، تروح ولا تيجي معايا؟ اجي معاك، بس على فين؟ ما تسألش، يمكن نقتل يمكن ننقتل. تيجي معايا؟ اجي.
بتقول ايه؟ ولا انت خايف؟ لا لا. مستعد لاي حاجه؟ اي حاجه ايه؟ شايف النار اللي هناك؟ نار؟ فين دي؟ اللي هناك دي ايه عميد؟ ايوه ايوه. ياه دي بعيده خالص. عارف مين هناك؟ مين؟ شلبي. مين شلبي دي؟ صاحبي وحبيبي وايدي اليمين. انا جاي اقابله، اصلي ما شفتوش من زمان ونفسي هفتني عليه. انت مش عايز تاكل ذره؟ لا لا انا شبعان. شلبي دلوقتي تلاقيه قاعد هو والغفير بيشوا ذره. تعال 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 عشان نقعد ونضحك شويه. خد انت الطلياني، امشي من غير ما حد يحس بيك لحد ما تقرب منهم، واطلع عليهم مره واحده وهب فيهم. طيب ما تعمل انت كده. لا عشان يبقى مغرز. انت تخوفهم من هنا وانا هكون لفيت من وراهم والحقك على طول. وبعدين نقعد وناكل لنا كوزين ذره معاهم. يلا توكل انت وانا حليف. لكن الذرة صح السنة دي جوا يا بالحفني. بالهنا والشفا يا شلبي، خلي الناس تاكل وتنبسط. اوعى تتحرك انت. انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ الغريب يا شلبي. خد قوم يا حفني. حفني قوم شيل جتته معايا. امسك انت البلطه دي. ايوه حاضر حاضر. بس يعني ما كانش ده ولا كلمه. شيل جتته معايا وانت ساكت. شوف حجر يكون تقيل علشان يغطس بيه في بير الساقيه. أنا كان لازم أقتل شلبي يا عبده. مفيش غيرك كنت أقدر أخليه يساعدني. لكن أنت مش كنت بتقول إن شلبي ده كان صاحبك؟ ما كانش صاحبي وبس، لا، كان دراعي اليمين، كان حبيبي. عرفته من 10 سنين. بدت صحبتنا بخناقة في سوق الأربع، وبعدها بقينا أكتر من الإخوات. أمال إيه اللي حصل؟ أنت شفت الساقية اللي رميناه فيها الليلة دي؟ أيوه. وعدني عندها علشان أروح أقابله، ولسه ما قعدش معاه لقيت 50 بندقية محصراني ومسدس الضابط فوق دماغي، وخدوني في البوكس على المركز وسابوا شلبي. طيب وإيه اللي خلاه يعمل كده؟ وردة. عايز يخطف مني وردة. اتصل بالمأمور وعملوا لي رباطية. لكن ايش عرفك انه كان عايز يخطف وردة منك؟ الليلة اللي اتقتل فيها كان هيخطفها مني. يخطفها ازاي؟ كان قاعد هو والغفير مستنيين راجلين تانيين ومعهم لا مؤاخذة بهيمتين علشان يروحوا يخطفوا وردة. وهو ما فيش غفير يعني في الكفر اللي فيه وردة؟ ما هو الغفير اللي كان معاه هو الغفير بتاع كفر وردة. بس شلبي الحقيقة شلبي مش هو اللي غلطان، أنا اللي غلطان. بقى عايز في صنعة اللصوص وقتالين القتلة تتوجد خلصانية ولا صداقة؟ مفيش كلام من ده. في الليل كل واحد ونفسه، واللي يسلم دجله لغيره ما يلومش على اللي يصحله. ايه ده؟ ولا ايوه بص كده، ده مش دم. ايوه دي جلابيتك غير قدام. دي من رجلي. الظاهر اني وانا بضرب شلبي بالبلطة جت منهم ضربة على رجلي من غير ما احس. طب وبعدين؟ اسمع، انت عارف الكوبري الجديد اللي في اول البلد؟ ايوه. تروح وتجيب لي الدكتور معروف، وتجيلي انت وهو هنا تحت الكوبري من بحري. تحت الكوبري؟ تحت الكوبري على المباني، في حته واسعه ما حدش عنده فكره عنها. تجيب لي الدكتور معروف وتجيلي جوام، هو حد يحس بيك. لا بأس عليك يا ابو محمد. ياه ده الجرح غويط قوي. والعمل ايه يا دكتور معروف؟ لا بسيطة، ده عايزة 3-4 غرز جواب. غرز؟ وانا هستحمل يا دكتور. ما تخافش، ده انا هديك حقنة بنج موضعي، مش هخليك تحس بحاجة ابدا. حقنة؟ ابرة يعني؟ ايوه ايوه حالا. ايه الابرة اهي وادي البنج اهي. لا حاسب يا دكتور. بس عري رجلك امال. حاسب يا دكتور. لا ايه وبعدين بقى يا محمد كده الابرة تتكسر فيه. طب على مهلك يعمل معروف. اهو يلا. انت خايف يا ابو محمد؟ خايف؟ لا مش خايف يا اخي، ده احنا بنديها للولاد الصغيرين ما بيعملوش كده. يا راجل حرام عليك. طب استنى لما اخد نفسي. اهدي، انت ما عندكش رحمه. حاضر على مهلك. ايه لسه ريحت؟ هي شكه واحده يا ابو محمد وبعدها مش هتحس بحاجه. طب يلا خلصني. خلاص.
طب مش تكمل جميلك بقى وتحلق لي شعري ودجن احسن؟ عمرك اطول من عمري، انا لسه كنت هقول لك كده. لا وايه الموس لسه سنه النهارده الصبح، وهلمع لك دجنك زي الحرير. هات دجنك هات. خد. اي ده الموس اللي انت سنه لسه النهارده. اي يا دكتور، عملت ايه في المشوار اللي قلت لك عليه؟ والله يا ابو محمد انا رحت الوردة زي ما قلت لي، بس ايه؟ انا عارف انها لعبيه. انا نسيت انك فضلت وراها 3 ايام لحد ما حنت وجت زارتني هنا تحت الكوبري، لكن خلاص الله يسهل لها. انا هطلقها وامري لله. المهم قالت لك ايه لما رحت لها النهارده؟ اني ما لقيتهاش. ما لقيتهاش؟ ايوه، خدت هدومها وسابت البيت ومفيش حد في الكفر عارف راحت فين. يعني مشيت؟ ايوه راحت وردة، راحت. معلش انت خدمتني كتير يا عبدو، انا مش عارف اكافئك ازاي. انا مكافئتي حاجة واحدة. ايه يا عبدو؟ ما انت عارف، عايز اقتل. ما تقتل. معرفش الا لما تعلمني. القتل مش عايز علام، اللي عايز يقتل بيقتل. انا راجل يا ابو محمد ولازم ابقى ابن ليل زي الرجالي. طب عايز تبقى ابن ليل يعني؟ ايوه. وتعمل حاجة ما قدرش عليها ولاد الليل؟ ايوه. اقتلني انا يا عبدو. اقتلك؟ ايوه اقتلني، انا بقول لك جد. اقتلني احسن ما المأمور يقتلني. اقتلني ويبقى اسمك انت اللي قتلت الغريب. لكن طه ما تزعلش انا هخليك تقتل. ازاي؟ المدفع اهو. ايه؟ واول واحد ما يجي على الكوبري سواء من الناحيه دي او من الناحيه دي طخه. بتتكلم جد؟ انا كان نفساني ابقى زيك ولا يبقى ابني زيك افندي ومتعلم، انما ما دام انت عايز تبقى زياني خلاص هخليك تقتل. طيب هعمل ايه؟ يا هتقتل اول واحد يفوت يا هقتلك هاني بالبلطه. ايه؟ وده مش كلام افنديه. لا انا راجل وعشان كده لازم اقتل. لما تشوف اي حد جاي على الكوبري انسى نفسك خالص وبص له زي ما تكون بتتعلم العجل. وبعدين؟ وما تنشنش الا لما يجرب عند الشجره اللي هناك دي. وساعتها اكتم نفسك وخلي النشان على وسط صدره واضرب على طول. بس اوعى تتردد لا يقتلك هو. انت دلوقتي يا قاتل يا مقتول. واذا خفت فكر انك بينك وبينه حاجه. اتصور ان ابوك اتقتل وان ده هو اللي قتله. اهو جاي هناك اهو. يمكن حظنا يكون كويس ويطلع متريش. اهو قرب على الشجره. ما تضربش الا لما يجرب خالص. لا حرام يعني ما قتلتوش؟ وانت هتضربني بالبلطه؟ البلطه انا كنت مجهزها لك صحيح لو كنت قتلته. يعني شوف يا ابني، العيشه اللي لا تآمن فيها الناس ولا الناس يأمنوا لك، ولا تصدق حد ولا حد يصدقك، ولا تخلص لحد ولا حد يخلص لك، الموت اهون منها. المصيبه انك فيها تقتل كل الناس وما تقدرش تقتل روحك. وعشان كده كنت هلحقك انا واخلص عليك علشان ارحمك. يا ريت الاقي انا حد يرحمني، حد يغلبني، حد يخلص عليا. يعني كويس اني ما قتلتوش. اللي بيقتل مره يا ابني بيجي عامل زي الكلب المسعور، ملوش شغل غير انه يعض ويفضل يعض لحد ما يعض صاحبه ويعيش طول حياته متعذب وخايف ويعادي الناس والناس تعاديه لدرجة الموت. هات المدفع. اتفضل. الظاهر اني لازم افوق، اني حسلم نفسي. تسلم نفسك؟ اصلب حيلك. ايوه اصلب حيلي. هز قوم. الله، ما تبطلش جري الا حضرتكم. يعني مش هفضل معاك؟ امشي روح لابوك، امشي لا اخلص عليك. يلا اجري. ايوه اجري اجري. السلام عليكم يا عم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا ابني تعال اركب، انت باين عليك تعبان قوي. لو عجبك المحتوى ما تنساش الاعجاب والاشتراك بالقناة. شكرا.